بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خرزة بقدر مرحبا بكم، تنتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. اليوم قبل ما نبغي نقول هذه الحلقة هذه غنهضر معكم على واحد القضية. عندنا واحد المشكل في بلادنا، ربما هذا المشكل كاين بزاف ديال الدول، ولكن حتى حنا من دوك الدول اللي عندهم هذا المشكل هذا. حنا في السجون المغربية باقي السجن عندنا في المغرب، رغم أنه مؤسسة اللي هي تأديبية وزجرية وتربوية، إلا أنه السجن باقي عندنا مدرسة ديال الإجرام. السجن مدرسة الإجرام. أي واحد يقد يدخل على جنحة يدوز الحبس ويخرج ويرجع على جناية، أي أنه كان مجرم، ماشي مجرم صغير، أو ارتكب واحد الجريمة بسيطة ربما كاع ما كانش تيصحابها بانها غتوصل به لحد باش تكون جنحه، وبانه تعتقل، ومن تيدخل الحبس يتعلم شي حوايج وتيخرج منهم، تيتخرج من السجن، ماشي تيخرج، تيتخرج وتولي مجرم وتيرجع بجنايه. شنو سبب هذا الشيء هذا؟ سبب هذا الشيء هذا هو انه في السجون المغربيه تنشدوا واحد محكوم بشهرين وتنعسوا واحد محكوم ب20 عام. تنشدوا واحد محكوم بشهر ونعسوا واحد محكوم بعامين. ربما بعض الناس غيقولوا، يكونوا مسؤولين ولا شي حاجه، يقول لك واش بغينا نديروا لهم، واش عندنا ما نديروا لهم. اليوم السجون في المغرب راه حنا بان شويه الضوء بان ما بقاش تدخل القفه، ديك القفه اللي كانت تدخل المساجد ما بقاش تدخل، ولا تاكل الماكله ديال السجن. جميل هذا الشيء جميل. وحد من ديك الدساره ديال بعد المجرمين، دوك اللي تيتردوا على الحبس داخلين خارجين، اللي ديما عندهم حاله العود، داخل خارج امه تجيب ليه القفه وتجيب ليه كذا وتجيب ليه كذا وتعطيه، هو داخل تيتبرع ودير شادك واحد القنت والقفه في حداه والماكل وكذا تحيد داكشي ما بقى شيء. وبزاف الناس اللي كانوا مدمنين على الحبس وتراجعوا اللور لانهم القفه ما بقاش تدخل لهم. نعم باقي الفلوس ترسلوها لهم، الوالدين ترسلوها للمساجن. هاد العمليه كيفاش تدوز؟ تيمشيو سواء البريد، سواء بعض المؤسسات اللي هي عندها حق باش تشد فلوس وترسلهم للسجن، ترسلوا الفلوس عبر البريد. حنا نخليوها في البريد، ترسلوا الفلوس عبر البريد للساجين، لولدهم اللي في الحبس ولا رجلهم اللي في الحبس ولا ديك خيتي اللي في الحبس. هذوك فلوس ما تيشدهمش الساجين، ما خصهمش يشدهم باش ما يتصرفش عليهم داخل الحبس ويدير اللي بغى يعطي لهذا ويعاون هذا، ماشي تيعاون، يستغل دوك الفلوس اللي تيعطوه ويقضي غرضه بهم لداخل. مزيان ما تيشدش الفلوس تيمشيو لعند الاداره ديال السجن. الاداره السجن تيعيطوا ليه، تيستدعوه وتيقول له راه عائلتك صيفطت لك مثلا 300 درهم او 400 درهم، صيفطت لك عائلتك. هاد فلوسها هي هنايا عند البقاله، عند واحد الحانوت داخل السجن، ولا حوانت في السجن، كل سجن فيه حانوت، حنا نسميوه حانوت. الا بغيتي شي حاجه خذها من داك الحانوت. اي اللي مكلف بداك الحانوت تيقول لك ايه عندي 300 درهم ديالك او 400 درهم ديالك او 500 درهم ديالك، واللي خديتيها غادي نقصها لك من ديك الفلوس اللي عندي حتى تنكمل داكشي، حتى تكمل 300 درهم. داك الحانوت ما فيه شيء، كلشي داكشي اللي بغى السجين، ولكن فيه داكشي بسيط، فيه الكارو، فيه شي حويجات بساط، ماشي داكشي اللي خص السجين مثلا يتشهاه يلقى بدوك الفلوس، لا داكشي بسيط بزاف. هذه العمليه اللي بقات، هذه العمليه اللي ولات مزيان. القفه حيدناها، السجين باقي تيلبس اللي بغى في السجن. بكري كان السجين ما تيلبسش اللي بغى، مسجون عنده الحوايج ديال الشتاء وعنده الحوايج ديال الصيف. كنا تنشوفو بكري الحوايج ديال الشتاء بحال هاد اللون ديال هاد الطابله هادي اللي كانوا قري يا ربي بارم، بحال هاد الطابله اللون ديالهم. والحوايج ديال الصيف كانوا لبسه اللي هي مخطه بالكريو او نوار، مخطه ديال المساجن اللي معروفين، هادشي اللي كانوا تيلبسوا المساجن، وعندهم واحد النايل في رجليهم. نعم بزاف دول العالم
اللي يدير السجن في السجن لباس موحد، حتى في ميريكان لباس موحد، لباس موحد. حنا تمشيو دابا نشوفو بعض المساجد كل واحد اش لابس، يلبس اللي بغا، تبرع في الحوايج اللي بغا، باقا هاد القضيه هادي. اما كون رجعنا لباس موحد، دخلتي الحبس محبوس، الحبس لباس وبدله الصيف وبدله ديال الشتاء. نعم تكون نظيفه، نعم عندك حق تصبنها، عندك حق كذا، ولكن يكون عنده لباس ديال السجن، لباس ديال السجن. ولكن المشكل اللي هضرنا عليه دابا هو انه باقي مثلا واحد المجرم عنده حاله العود، ديما داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج، ما حشمش، ديما في الحبس، وتنجلسوا حدا واحد مسكين يلاه مشدود بواحد الشهير ولا الشهرين كنجلسوا حدا هذاك تيعاديه تياخذ ليه ديالو، عنده شي حاجه تيبتزو، تيقول ليه قول له هذيك كيصيفطوا لك الفلوس، تيمشي هو تيبقى يقول لي جيب لي من الحانوت الكارو، جيب لي، وربما تيرد منه سجين، تيبقى يكذب عليه ويعاود هذوك لي زافونتور، يعاود هذوك المغامرات ديالو، ودرت وفعلت، وداك خنايا تيشوف فيه حتى تيقد يردو مجرم، حتى تيقد يدير معاه علاقه ويكمل معاه في الشارع، من تيخرجوا تقول نتلاقاو برا وردوا سجين. واحد ولد ولد دارهم ساكن في الباديه، كان تيقرا ما بقاش تيقرا، طلع الثانوي ووقف، لانه اللي غادي ينبهوا للقرايه ويزيروا على القرايه ويمشي يقرا وكذا وكذا، باه مقابل الفلاحه والبهايمو وداك الشيء، وباه من تيهضروا على ولدو تيقول لك يدوز يخدم معايا، يدوز يعاونني اش من قرايه، ويدوز يعاوني ويعاوني على البهايم ويعاوني على الفلاحه، والقرايه قداو بها الناس، القرايه وقداو بها. هاد الهضره باقه، هاد الهضره المميته، هاد الهضره العقيمه باقي تنسمعوها من شي وحدين، واش بغا بشي قرايه وتفروا دوك اللي قراو. هذا الراجل كان تا هو تيقول لهم باش بغا بشي قرايه، ما قرا يدوز يعاوني ما يدوز يعاوني، داك الدري خرج من القرايه لقى اللي بغا، ما بقى لا تيعاونو لا والو، غا تيتلوى في الدوار، تيتلوى من هنا تيتلوى من هنا، تلاقى مع شي وحدين بدا يسكر معاهم على الواد، علموه الشراب، لما وصل لعمره 22 عام الدري تفلس على خاطرو، ولا انا دبر من عند با شي حاجه ولا كذا، ولا تيكمي ولا تيشرب، صافي با ساق لي خبر تيكمي وتيشرب، انت راه كلهم تيشربوا، راه عندنا انا الدري ولدي تا هو حصلته تيكمي، راه كلشي تيكمي. هادو هما اللي تيزيدوا يعقدوا الامور وتيزيدوا يعوجوا التربيه. هذاك اللي تتقول ليه راه حصلت الدري ولدي تيكمي، تيقول لك ودي راه كلشي تيكمي، راه حصلت الدري شارب، وراه تيشرب، وراه ما عندي تا انايا، تا الكبير راه والله يشرب. هادو هما اللي اول مره تقول المراه هذيك الدريه بنتي اختي مابقاش عجباني، ولا هذيك الدريه بنتي غتصوب وتسوق وتخرج تقول لي انا غدا عند صاحبتي انا راه دوختني، ودي تا هما راه عندنا تا هي راه ولات عندي هذيك ما بقات لا تشقى لا والو. هاد الناس هادو اللي تتبغي الراي ديالهم تيعطيو لك عوج، تيعوجوك تيخرجوا على كل شيء. الدري خرج عوج ولا تيكمي ولا تيشرب. واحد النهار كان سكران، هضر مع شي بنت ديك الدوار ديالهم دايزه، تحرش بها، جا خوها تيهضر معاه، بغى ينهيه، انا باش بينك وبين البنت ما احترمتيهاش، وهي بنت الدوار وهي اختي وكذا وكذا. ناض هو تشاد معاه، دخلوا دافوني في المدابزه، مسهج واحد الحجره كبيره، ضرب داك الدري خو ديك البنت، داك الدري طاح، احنا دخلنا في ديك المسطره المعروفه، الجدارميه العين المكان، سياره الاسعاف هزت السيد سياره الاسعاف، دات السيد المستشفى، الاخر شدوه الجدارميه، العائلات بديك ولاو بديك تنطلبوا التنازل ما تنطلبوا التنازل، المسامحه ما المسامحه. الجدارميه جا عندهم السيد قال لهم اودي هو مشدود، سير جيبوا لنا كان جيبوا لنا شي تنازل باش نديروه. ولكن انا هنا تنقول واحد القضيه، ضباط السلطه القضائيه لا بوليس لا جدارميه، والله العظيم باش واحد يحيد الشكوك ويحيد داك التربي كامل. الا مشدود عندك شي واحد وواحد بغى يعطيك التنازل، قول ليه التنازل سير دير المحكمه، دير المحامي ديالك ولا دير المحكمه، عطيوه ليه في المحكمه. احسن ما يشد واحد التنازل جدارمي ولا بوليسي ويضيفوا الملف وتبقى فيه الهضره، تبقى يسمع بعض الهضره، والمسطره بغيتيش دير فيها التنازل صاحبي، التنازل ماشي يديروا في المحكمه، وبصح خصهم يديروا في المحكمه. جوج ناس دابزوا ولا تخاصم وقعوا شي واقع وتصالحوا، والمسطره دارت وتعلم السيد وكيل الملك اللي بغى يزيد شي حاجه، شهاده طبيه، نعم باقا المسطره اونكور قدامنا، بغى يزيد واحد الشهاده طبيه نزيدوها،
مثلا قال لك راه كذا كذا، وقت اللي حنا تنصابوا في المسطره اللي خدامين تنصنتوا الناس وكذا كذا، بغى يجيب التنازل، قول لي اخويا شتي التنازل، ندي اخويا المحكمه، نعطيه شي محامي، عطيه المحامي مع ولدك ويدفعوا لهم، شحال هذا الشك. يلا انا براسي شحال من مره ما كنتش عارف، خديت التنازل من عند واحد وشديته وضفتو للملف بحال هكا، ملف شديت التنازل وضفتو للملف، ومن تندخل الملف الوكيل تيشوف السيد مضروب عينيه مزروع بخيط، تيقول شكون ضربوه، تنقول لي هذا تيشوف شكون هذا التنازل، شوف السيد وجهو كيدير لي التنازل، ولا خصك عنده التنازل. تنوليت هناك بحال جيت من واحد الطرف لما دخلت التنازل، وتنقول له هنا ضبط السلطه القضائيه والدرك تنازل، واللي سير ديروا المحكمه، وسيدي بغينا نتنازلوا ليه، وسير ديروا المحكمه صافي، سير دير المحكمه واعطيهم التنازل تما. انا بالنسبه لي غناخذ من عندك الضرب والجرح وانت الضرب والجرح، ولا النصب والاحتيال الواقع على الجريمه اللي بيناتنا، انا تنصوب الجريمه، انا تنصنت لك على الجريمه اللي درتو بعضياتكم، عطيتيه الفلوس ولا عطاك الفلوس، الاخر عطاه 2 مليون، الاخر سمح ليه، سدوا المحكمه. الله شي نهار تيجيو عندك سموها نعم جبنا لك التنازل وعطيناه 2 مليون ومشى للمحكمه وما بغاش حقا، قال لك التنازل ما دفعتوش، قال لك التنازل ما لقاوش في المحكمه، وهذا الشيء كله راه فيه غير المشاكل. كما قلنا هذاك خينا بقاو دارهم تيقلبوا على التنازل، ما التنازل مع داك الدري اللي مضروب، الدري مضروب قناع في السبيطار، الاخر تعتقل داو الدرك الملكي، قدموا للمحكمه، تقدم المحكمه، دارهم مشاو جابوا التنازل، دفعوا التنازل عطوه المحامي. رغم ذلك التنازل المحامي تيشوف وكيل الملك، شاف بان هذاك داك الضرب كان فيه واحد العنف كثير، لان الحجره، وان السيد رغم ان التنازل جاه بقى ذاك المضروب ذاك الضحيه في السبيطار، جابوا التنازل، الضحيه باقي في السبيطار، جابوا التنازل من عند عائلته ولكن هو باقي في المستشفى. اذن هنا شاف وكيل الملك بانه ناخذ التنازل وهذا نطلقوا الاخر يموت، قالوا بون يمشي للحبس ونبحثوا جارين وندوزو عند قاضي التحقيق ونمشي للحبس ونتسناو حنا تيجي يخرج داك خينا باش يوقف ويجي يوقف معاه يقول له انا سمح لي ان واحد في المستشفى باقي ناعس وواحد جيب التنازل ديالو. وهذه تطرا شحال من مره حنا كنا في العمل ديالنا شي واحد باقي ناعس في السبيطار مضروب وواحد تيجي السلام عليكم بخير خرج من التنازل، والسيد فينا هو وراه في الكلينيك وكيبقى شويه وباقي شويه عيان وشكون عطاكم التنازل، وراه مشينا ودرنا التنازل العائله ومشينا عنده سنه ثالثه تما مشينا عنده تما وسنا في الكناش ديال مشى مع واحد من القياده وسنا في الكناش في المستشفى او في الكلينيك سناو وهاكو التنازل خدينا من عندهم الله يسمح لنا. الحمد لله انا بعد عمر ما مات لي شي واحد كل ما تكون مشيت فيها ما بقاوش نكذبوا. جابوا التنازل والتنازل ما قبلش وكيل الملك صيفط داك حنا صيفطوا للحبس، سير الحبس تيخرج السيد قال اخر في الحبس دوز واحد 20 يوم دوز في الحبس. السيد خرج، المحامي جا تيقول بان الضحيه راه خرج، جا الضحيه جابوه للمحكمه كون كوا يقول انا سيدي راه وليت لاباس راه نتنازل ليه، ولكن الضحيه جا في واحد الحاله جا مهلوك عيان واقف باقي بالفاصمه وسيدي هادشي كتب الله والجوره والدم وحشومه وجاو والديه طلبوني. جا المحكمه قدم داو عند قايد التحقيق شاف الحاله ديالو باقي مضروب وداك الشيء وهذا قال له انت كاع متى تقد توقف وسيدي اش غدير راه ضربه واعره دابا انا هاد العين ما تنسمعش بها وهاد النيف وهنا تيديرني كذا واش غديروا وانا خلينا لي الله راه تكرس عليه خلينا لي الله. وهاد التنازل واش غادي يدخلوا عليا الناس وجاو عندي للسبيطار وانا ناعس ودخلوا عليا الكلينيك وجاو عندي وغيخلصوا داك الدواء وداك الشيء وكذا. قال لي سير فحالك خلي تنعيطوا لك سير صافي التنازل انت حاتك وكاسير. قاضي التحقيق شاف بان السيد مهلوك مضروب ضربه واعره وجايبينهم باش يقول انا نتنازل. علاش غيتسرع؟ خليه باقي بحثوا جارين. قاضي التحقيق عنده عام ونهار يقد يخلي عنده واحد عام ونهار خلى هذا خينا في السجن. تلقى واحد الجوج تعرف معهم في السجن، هاد الجوج فرقشيه. شنو هما الفرقشيه؟ هما اللي تيسرقوا الفرقش، هذه الهضره الشائعه عند فرقشيه، هما تيسرقوا البهائم.
سرقات الماشيه اللي تيسرقوا الماشيه، تيسرقوا البقار والغنم وداك الشيء، تيتسموا سرقات الماشيه في القانون، تيتسموا سرقات البهائم، معروف تيتسموا الفرقش بالهضره ديال الفراقشيه، تيقول هذاك راه فراقشي، فراقشيه تيسرق البهائم. واللي بغيت نقول دابا هذا وقت ديال سرق البهائم، دابا وقت ديال سرق البهائم، من تيقرب رمضان وتيبقاو الناس يجمعوا الحواله الخرفه وداك الشيء، تيوجدوهم العيد الكبير، حيت تيوجدوهم من رمضان، تيبقاو يوجدوهم هنا تيكثروا الصفاره، تيكثروا الصفاره ديال البهائم. كاين واحد الاوقات تكثر فيهم الصفاره ديال البهائم، لانه من تيفوت رمضان تيوليو يوجدوا العيد الكبير، تيوجدوا الحواله. هنا الحواله هما البهائم الساهلين في السرقه، ماشي بحال البقر وداك الشيء، الحول تيدير لها تيهزو وتيزيد. ولما تيجي العيد الكبير، تيقرب العيد الكبير، تيبقى العيد الكبير واحد 20 يوم ولا شي حاجه، تتولي الفولكاني في السرقات مشدده، تتولي السرقه ديال الديور. علاش هذا الشيء الله اعلم. لما تيقرب العيد الكبير بواحد 20 يوم تيوليو يسرقوا الديور، تسرقوا الديور، الحوانت كذا كذا، تيقلبوا ديك الساعه الفلوس، دوك الصفار ما يبقاوش باش يشريو الحولي، تيبقى يدخل الديور الفيلات وكذا وكذا، تطلع السرقه ديال المشدده ديال الديور وديال الحوانت وداك الشيء في العيد الكبير. الدنيا تتهنى شويه في رمضان، حنا كنا تنبغيو رمضان، لان رمضان تطفى القضيه، لان رمضان الناس تيبقاو سهرين في الليل وخارجين داخلين في رمضان في الصير في كذا، ما تيوقعوش السرقه ديال الحوانت وديال الديور، لان الناس تيكونوا سهرانين، وما تيوقعوش السرقات ككل، وما تيوقعوش لي زاغريسيون في رمضان، ان الناس يخرجوا للشارع تيجيو، ما تيوقعوش بزاف لي زاغريسيون في رمضان، وما تيكونوش السكيريه ديك بزاف ديال لي بار وداك الشيء. حنا كنا تنبغيو رمضان، رمضان هو الشهر الوحيد في العام اللي عند البوليس والدرك تتهنى القضيه من عند الله، انه تيضلوا صايمين، تيجلسوا في الليل، تيلاقاو في قهوه، تيبداو على التباسه على الحشيش كذا، تتهنى القضيه في رمضان بوحدو. اما غاد تيفوت رمضان تيديماريو عاوتاني، تيديماريو يوجدوا كما قلت لكم العيد الكبير. هذاك تلاقى بدوك الفراقشيه في الحبس وتعارف معهم وتصاحب معهم، تعارف مع دوك الفراقشيه في الحبس، بقاو تيهضروا لي على خدمتهم، تنضربوا البهايم، عرفتي واحد خينا ضربنا عليه 6 البقرات وجوج ضروبات، جبنا في الليل الكاميو وقفناه كذا، درنا كذا طاف شحال دفعنا من واحد خينا، تعبنا منيه ب4 المليون ليله وحده، ودا كذا وطاطا وتعرف معهم. هو تيجيب هما فراقشيه صحاح، بياع شرايه شفاره، عندهم حتى الطوموبيل باش تيهزوا البهيم وحصلوا، وكانوا عائلتهم تيجيبوا القفه كبيره، وهو تعرف معهم وتضرب تيجيبوا القفه، ولا هما تيجيو الزياره عائلته، هو جاو يزوروه تيخرجوا مع دوك الفراقشيه، تيسلموا على مو لاباس الحاجه بخير، وراه بحال ولدنا، راه هو يقول لك بلا ما تجيبوا لي لا ما كذا لا والو، راه بحال ولدنا هذا، والله ها هو كنا ناعس صافي وليدي الله يرضي عليكم تهلاو فيه داروا ولدكم، وراه بحال ولدنا الله اللي عالم، ها هو راه كامي جالس كي بغيتو تجيبوا لي كي بغيتو تجيبوا لي، ولكن هما داروه في يديهم. علاش داروه في يديهم؟ لان هضروا معاهم، هضروا معاه وهضروا مع الدوار ديالهم، قالوا لي واحد النهار هذاك الدوار ديالكم ما كاينش عنده شي بهايم نخرجوا نتلاقاو عليه وكذا كذا، قال لهم كاين صاحبي وموجود وانا نعاونكم. لقاو واحد غيعاونهم في الدوار ديالو باش يسرقوا البهايم، حيت هادو تيسرقوا البهايم، هاد الفراقشيه لما تيسرقوا لابد ما يكون عندهم معرفه او شي واحد تعرف داك الدوار او حافظ داك السيكتور اللي تيعاونهم في سرقه البهايم ديال الناس، ماشي زعما دايزين غيشوفوا واحد عنده البهايم راه هذاك ندخل البهايم وفي الليل نجيو ليه، لا ما يقدوش يجيو ليه في الليل، الا تيشوفوا شي واحد من داك الدوار او قريب من داك الدوار كان حتى هو مجرم او تعرفوا عليه في الحبس او حتى هو فراقشي او باش يعطيهم البلان، تيعاون في الخطه كيفاش تدخلوا، منين ندخلوا ما ندخلوا، لانه واعر سرق البهايم، باش تدخل تسرق لواحد البهايم وكذا واعره، خص لابد ما يكون ان انديكاتور، واحد المخبر عندك تما. ولقاو هذا الولد هذا وهناهم من ذاك الدوار، قال ذاك الدوار وقاموا مالين البهايم تعرفهم تيجيو انت من العائله، الا بغيتوا تخدموا كذا كذا انا موجود، ريكريتاو داو ريكريتمون. علاش قلنا السجن مدرسه الجريمه، مدرسه ديال الجريمه، حتى السجن راه مدرسه، رغم انه جزري وكذا وتربوي وكذا راه فيه مدرسه. من تلقاو واحد محكوم على الضرب والجرح والسكر ندخلوا معاه واحد خينا فراقشيه محكوم من 3 سنين سرقه البهائم، دوز معاهم واحد المرحله، هو دوز معاهم واحد 4 شهور، من بعد تطلق، هو بدا التنازل وكذا تطلق
هما بقاو تكملوا، ولكن بقاو لقى بعضياتهم وبقى تيجي يزورهم مرة صحابه في الحبس تيزورهم تخرجوا تلاقاو ولا صحاب ولا تيتلاقاو في السوق كذا واخا هما بعاد عليه. أول عرف بأن عندهم واحد صاحبهم عنده بيكوب ما تشدش بقى برا، عرفوا عليه داك مول البيكوب. قال لي واحد النهار قال لي حسب ما تيقول هو التصريحات ديالو المسطره ديالو اننا تيقول وفي احد الايام قالوا لي واش موجود شي واحد نديو لي شي بعيم. قال موجود واحد خينا تيجيني من لافامي وعنده الغنم. المهم عنده الغنم ودابا حيت كنقرب العيد الكبير والغنم ديالهم في واحد في دارو لداخل واحد لونكار والكلاب ديالهم فوق لونكار. اي انه قال لهم راه كاين واحد السيد عنده اولا قريب ديالي ثاني في الدوار عنده الغنم ديالها في واحد الكراج تابع لديك الدار ديالو، وداك الكراج جا على الطريق ولكن الكلاب ديالو من فوق، الباب ديالو ماشي من هنا، الباب ديالو من الداخل ولكن ديال الكلاب الفوق، ديال شي 4 الكلاب عنده كيما تيقول في المحضر ديالهم من فوق. الكلاب اي واحد قرب هاب اذا بداو تيخموا الكلاب كيغيديروا لهم. بانوا لي بان السيد عنده الغنم بغا يبيعها بعيد كبير، بان السيد عايش هو ومراته عنده واحد 2 بنات وولده مزوج حتى هو تما. عرفوا واحد الوقت ولده تيكون خافوا من ولده، قالوا الولد خصنا الوقت اللي تيمشي عند نسابو. هذاك الولد معروف بانه تيمشي عند نسابو، تيمشي تيبات عندهم ويجي في واحد الدوار اخر. اذا ما تتكونش الطوموبيل ديال واحد ولدهم واحد بيكوب تعرفوا الدري ما كاينش ما بيتش تما. قرروا باش غادي يعزل واحد الليله هو لان ساكن في الدوار يعلمهم على نهار ما تيكونش ولده تما مول البيكوب يكون غير راجل ومراته، باش بعدا ما يلقاوش شي مقاومه لما يكونوا يسرقوا عليه الغنم ديالو. واتفقوا داروا واحد خطه اخرى، قالوا هاد الكلاب اللي الفوق هما تقد دوز انت من حدا الدار غينبحوا لك ودوز. كاين واحد الطريق تسمى واحد المسرب اللي بغا يدوز تيدوز تا بيكارا يدوز تراكتور تيدوز من تما، ولكن الكلاب اللي داز تينبحوا عليه. هادو الكلاب خصهم يسكتوا شويه. اش داروا؟ مشاو عند النهار اللي بغاو يديروا العمليه وعرفوا ولد داك الفلاح ما كاينش تم، مشاو عنده واحد المنحنى تما في الدوار، مشاو عنده وشراو من عنده دوك اللاطات ولا الباطات ولا الحكاك كما تقول لهم ديال السردين. شراو من عنده شي 10 الحكاك ديال السردين وقالوا لي حلهم داك السيد بديك الاله ديالو. هو تيقول ملحن تيقال حليتهم وشدوهم وجمعوا كل ديك الباطا قالوا نديرو لنا في واحد الطبسيل بغينا ناكلوهم كلهم بحالهم وجاو في حالاتهم. مشاو وداروا واحد الماده منومه دبروا عليها ديال النعاس ما نقول سميتها، دخلوا ديك الماكله داك الدواء ديال النعاس بحال نقولوا كناد النعاس، قادوا داك الشيء قادوه مزيان ولاو تيدوز هو حدا الحيط غادي وتيرمي في العشيه تيرمي الكلاب. عاوتاني تيمشي تالهيه تيدوز داك صاحبو الاخر غير دايز زعما هاز الكفه غير دايز تيديرها ما بان حتى شي واحد تيرمي في السطح قريب على الطريق تيرمي الكلاب. طلبوا لهم كلشي ديك الماكله اللي عطاهم. بقاو حتى الصباح باش يجيو يهجموا لان الشفره ديال البهيم ما عادش تيجيو مع قبل المدن ديال الفجر شويه، وتيستغلوا داك الاذان ديال الفجر تيكون في الدوار ولا شي مدينه ولا كذا الله اكبر تيستغلوا حتى لا فاقموا الدار يغطي عليه داك المدن ديال الصباح. اذا تتبدا مثلا من 4 الصباح الفوق 4 الصباح هذاك وقت السرقات عندهم كما تيقولوا هما، كما تيقولوا الشفار ديال البهيم تيقول لك خصك تجي مع الفجر كل مدن تيود لك بحال كان شي بوق تيودن تيغطي عليك تيدوز. وكاين بعض الشفاره مثلا تيسرقوا الدور ولا بغا يفرعوا شي حانوت وشي حاجه خص تيبغي يفرع الحانوت تيخاف من ديك الطق تيبقى سامر حتى تدوز شي طوموبيل ديال طاغ تيضرب وقت الصداع ديال الطوموبيل اي تيتغطى بشي ضجيج سواء ديال المدن سواء ديال السياره او شي هذا تيتغطاو به. جاو هما تما عرفوا بان الباب كاين واحد الباب صغير تيخرج الغنم للشارع ولكن دار عليه القصدير. عرفوا الباب الكبير تيخرج وسط الدار، باب جانبي تيخرج الغنم لواحد القصدير تيخرج على الطريق. جاو تما الكلام ما نبحوش، معناها مول الدار تيقول بني هانيه لان واحد عنده البهايم
بدوي ولا فلاح عنده البهايم تيحرص باش تيحرص البهايم ديالو بالكلاب، وعنده ايمان في الكلاب. اذا الكلاب ما نبحوش الدنيا هانيه، اذا الكلاب نبحو تيخرج يشوف شنو كاين، اذا كثروا من النبيح تيخرج يشوف شنو كاين. اذا ما نبحوش راه الدنيا هانيه. عنده ثقه في الكلاب، وكلهم هادو تيثيقوا في الكلاب. هادو الكلاب ديك الليله كلاو مزيان ناسو ديك الليله. الاخرين دخلوا فرعوا داك الباب وبقاو تيهزوا في البيكو، هز هزوا الغنم كاملين شي فوق شي وزادوا مع الطريق. هذاك قال لهم ديو نتوما الغنم، عارفهم فين غيدوهم، عارف الدوار ديالهم، قال ديو الغنم، ولكن انا ما نمشيش معاكم، انا خصني نبان في الدوار، غدا خصني نبان باش نتقدى خويا راه ونشوف شنو كاين، حيت لا غبرت انا راه مصيبه، غادي يقول لك هذاك فين مشى وانا عاد خارج وكذا وهذا. داك الشيء اللي قالوا مشاو. هذا الشيء راه في الاعترافات ديالو، هو الاعترافات ديالهم. تنقول لكم انا تنهضر ما كنتش انا في عين المكان، ولكن خلال الاعترافات ديالهم كيفاش هضروا. قلت لكم سيروا فحالكم انا باش نبان في الدوار. الصباح اكتشف الامر وبان بان داك السيد مشى ليه الغنم وبدا تيغوت عباد الله مع عباد الله، لان راه كارثه، لان مسكين البدوي الفلاح حتى تكون عنده بقره تمشي ليه ولا عجل مشى ليه راه بحال مات ليه ولده، راه مصيبه كحله، لانه تيعلف وتيوكل وتيحسب. جالس دا الغنم وخدام مسكين تيعلفها وتيحسب، وهذاك نبيعو ب60 وهذاك راه يجيب 62، هذا 62 60 هي 100 هي 122، وهذاك نبيعو ب18، هذاك نبيعو ب18 وهذاك نبيعو ب18، لا نبيعو يجيب 8، هذاك نبيعو ب33 وتيحسب. وفراسو هو راه وصل ل 3 مليون و20. الصباح تيحل ما تلقى هذا 3 مليون و20، ما تلقى حتى شي حاجه. او عنده شي جوج عجوله حاسب لهم 8000 درهم والاخر يجيب مليون، هي مليون 8000 درهم هي كذا كذا. الصباح ما تلقى 8000 درهم، وتا دوك الفلوس ديال العجوله اللي غيدير تيفكر فيهم، غيمشي يشري جوج صغار وكسي الدراري وهذا ويخلص عليهم الحانوت، مسكين تيضرب واحد الحسابات تخرج كلشي بزيرو، تتكون كارثه. وانا حضرت الناس حتى كنسرقوا لهم البهائم ديالهم، مشينا عندهم الحاله ديالو كيفاش تيكون، راه كارثه صاحبي، بحال مات لهم شي حد. دور مجموع الناس تتشوف، وشكون اللي غيعطيه، شكون اللي غيقول لي هاك. هذاك السيد مسكين صباح دير كنازه في الدوار، صباح دير كنازه، ولكن ما جاو الدرك الملكي لعين المكان تيسولوه واش عندك الكلاب، عندك الكلاب، تيشوفوه منين تطلعوا الفوق، منين طلعوا الفوق السطح هو زعما دخلوا الفوق هذا، تيلقاو الكلاب واقفين وكاين الكلاب عيانين، الاخر باقي مجبد. والسيد قال لهم اودي الكلاب ديالي والله ما عرفتهم مالهم، راه مولاي دابا ما يسكتوش من النبيح يشوفوا البراني، وهذوك اللي متاكلين دروغين ديال فيهم تيشوفوا. عاد الكلب تيقول لك الجدرميه، تقول لي هذا هما الجدرميه، ما عرفت مالهم. كلب الاخر تيقول لك كلب الاخر غير ما قالتش لا باع على والو، ما شنو وقع، ما هذا الشغل اللي عندنا هنايا تيشوفوا ومن دروغ ما فيهم ما ينوضوا ما فيهم ما ينبحوا، تبين بان الكلاب تعرضوا كلاو شي حاجه اللي سبات لهم ديك الحاله اللي هما فيها، اللي هي اشياء منومه. وهذا الشيء كان الاعتراف ديال خوياتنا، قالوا لما تشدوا قالوا اعطيناهم واحد الدواء النعاس واحد السيرو درنا لهم. ولكن كيفاش غيتشدوا؟ ما تعرفش شكون اللي سرق في الاول، ما تعرف حتى شي واحد شكون اللي سرق، ما تعرفوش. ولكن بعد دوك فين كان تيرميوه لهم داك الكاغيط اللي تيرميو فيه ديك الماكله الكلاب، الجونطام لاحظوا بان داكشي 5 ولا 6 د الواحد فيهم السردين ديال الباط، وزادوا لقاو واحد الطبسيل اللي كان هزو في خينا نسالوا منه ورماوه غير في واحد القون تما، لقاو شدوا شويه قال وري هاد السردين هذا، فاش كانوا تيديروا لهم هاد السردين داك الشيء وهذا غير تما رماوه، فاش كانوا تيرميو تيدوزوا ورميو خلاوه تما في عين المكان. كاين الرويد ديال الطوموبيل، شي تيقول 3 شي تيقول 4 الناس، شي تيقول كيفاش تعرفوا هاد الناس دخلوا من هنايا ودخلوا عرفوا بان هاد القصدير تيتحيد تيدير واحد الباب من لهيه، والباب كيفاش تيتحل داكشي. اذا هاد الناس كان عندهم اللي تيعاونهم، كان عندهم شي مخبر تيعاونهم، مخبر اللي يعطيو الماكله للكلاب باش نعسوا، كان عندهم شي حد اللي يعاونهم ويساعدهم. هنا طاحت الفكره على واحد الدركي، مشى عند داك مول الحانوت، قال لي السلام عليكم. السلام. قال ليه جا عندك شي حد هنا شري عندك البطاط السردين؟
قال لي هي البارح جاو عندي وحدين ما عنديش 10 ضباطات راه ما باقيين حاشاكم داك الزبل راه باقيين فيه مرميين تما. قال لي نشوف، قال لي هاهما فوقاش جاو عندك؟ حتى العشيه من ود العشاء جاو عندي، قال لك بغاو ضباطات ديال السردين، خداو 10 ضباطات. عرفتيهم شكون هما هاد الناس؟ لانه تبين من الكاريط اللي مرمي وداك الشيء البقايا ديال السردين اللي بقات الفوق بانه بطاط ديال السردين، اللاطات او الباطات كما تيسموا ديال السردين ديال الباط هو اللي باقي لاطاس ديالو تما، الاثار ديالو في الكاريط اللي رماو لهم كانوا تيرميو طرف شويه بشويه 10 ديال الباطات. وشو على من الله خلطوه بالخبز ولا خلطوه بشي تمره كحله باش عطاو الكلاب. هنا كان عندهم كلان ديال السوم يعرفوا. قال لهم ايه؟ قال لي هو جوج ما عرفتهمش، وواحد كان في البيك ووقف لي قدامي هذاك ما نزلش، خدا الكارو من عندي خدت بيه الكارو، خدا الكارو ورجع واحد شويه غليظ. وشت معاهم فلان؟ قال على هذاك خينا هذاك الولد. قال لي شت معاهم فلان اللي من الدوار، فلان ولد الحاج هذا. شكون ولد الحاج؟ ولد الحاج راه كان في الحبس، راك شديتو ديك المره ضرب واحد بحجره شتو كان معاهم، ولكن ما عرف فين داو داكشي. انا قلت غادي غير يسكروا حيت تيجيو عندك السكريه هنا تيسكروا حدا الواد، تيدو من عندي بعض المرات ضباطات السردين. هاد ضباطات السردين تنجموا على حساب السكريه وصافي، ماشي على حساب شي حد. اذا الجندارم سالت عندهم مهمه يعرفوا داك اللي بقى تما الدوار اللي قال كان معاهم، اذا خصهم يعيطوا يسولوا ليه. مشاو عنده خرج عندهم من دارهم، السلام عليكم السلام. قالت مشي معنا داوه. قال لي البارح مشيتي مع وحدين شفتو بباطات السردين؟ قال لي لا انا عرفتهم وصافي، تنعرفهم بالصلاه على النبي. فين تتعرفهم؟ لقيتهم هنايا دايزين بيكو سلموا عليه حيت كانوا معايا في الحبس، سلموا عليه لا باس بخير صحه لاباس كذا شويه، قلت لهم هذا راه دورنا واش انت هذا كذا، سلموا عليه وصافي. وقالوا لي هما بغاو يقصروا ولا الله اعلم. قال لك واش كاين شي بيسري شاو الكارو؟ قلت لهم راه هو البيسري شاو الكارو شاو من عنده بباطات السردين، بطاطا السردين وحلوهم عنده. اذا هما حلوهم خوهم عنده، خوهم في التبصيل. قال لي ايه، وكانوا يديهم معاهم هذه يديرهم. واخويا ما عرفت قال لك بغاو يشربوا، قلت لهم ما نشرب ما والو ومشاو في حالهم. ساكنين في الدوار؟ لا انا ما ساكنش في الدوار. وفين ساكنين؟ ونكذب عليك انا ما عرفتوش فين ساكنين، انا سلمت عليهم وليتهم الحانوت وصلت وانا دخلت بكري لدارنا، انا عندي الشهود، الوالده فوق جيت، الوالد هكذا شو مع دارهم. خرج با قال لي الناس بكرياس، لا ناس بكري راه 6 كان داخل الدار، حيت من نهار خرج قلت يا ولدي بعد ايام الغوات. قال لي با ما بقيتش تنشرب. قلت له ادخل في حالك. ودخل في حاله اسيدي، وانت يمو دخل في حاله بكري اسيدي. ما خرجش في الليل؟ لا. جاو عنده شي وحدين؟ لا سيدي حرام اسيدي. ما خرج ما والو، تعشى وقال لي امي انا غنعس. هو نعس وراه ما شافوش كاع، الاشياء كلها ما شافوش. هنا الجدرميه يدخلوا معنا المعقول، دخلوا معنا المعقول. قول فين دوزتي نهارك؟ مع من دوزتي نهارك؟ مع من كذا مع من كذا مع من كذا. هي ما يخربق. قال لي اسمع، هذوك اللي كانوا معاك في الحبس عطينا الهويه ديالهم سميتهم، شنو سميتهم؟ من الحبس كانوا. قلنا ان الحبس كانوا. قال ما كان معايا في الحبس فلان فلاني سميتهم، واحد سميتو فلان وواحد سميتو فلان. علاش كانوا مشدودين؟ وما عرفت وانا وسي معاهم وقت في الحبس كانوا مشدودين، وكانوا مشدودين تما على البهايم ولا ما عرفت تيسرقوا البهايم. انا ماشي شغلي في داكشي. هاي قال لهم تيسرقوا البهايم. هنا بان بان هذوك الشفار ديال البهايم جاو لتما، انه هو المساعد. انا كما تنقولوا زيروه هو يعترف. قال لهم ودي انا فعلا انا ما كاين ما نخبي عليكم، هذوك راه تلاقيت معهم في الحبس وانا دخل غا الضرب والجرح وبقاو تياكلوا بخير وكذا والمهم قلت لهم راه كاين بغيتو ديو شي باهيم وجاو عندي ديك الليله واش درنا ودابا يلاه نوريكم فين كاينين الدوار ديالهم. مشاو لذاك الدوار ديالهم مع الجدرميه، الدوار اللي نعت لهم واخا بعيد، مشاو مع الدرك وهو عمرو ما مشى معاهم لذاك الدوار وكان عارف العناوين ديالهم في ذاك الدوار، عارف لان مداو معاهم في الحبس وداك الشيء. ومشاو لقاو الهويه ديالهم ما لقاوهمش هما، ولقاو بان عندهم واحد البيكوب تيجي عندهم صاحبهم وداروا مذكره بحث. ولكن من حسن الحظ حسب الناس اللي عاونوا ديال الدوار الاخر اللي عاونوا وعطاو مساعده للدرك، غير هما جاو للدوار والناس علموا بهم، الا انه باعوا واحد مجموعه خرفان، واحد 6 ولا 7 واحد السيد مشاو خداو من عنده، والاخرين باعوهم متفرقين دوك الزاره هنا وهنا وهنا. وتشدوا ب3 تشدوا دوك الجوج وتشد مول البيكوب
وتشد خينا معهم تكون عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، وتحكموا كلهم ب6 سنين. حنا هنا علاش جبدنا هاد الهضرة هادي؟ نعم كان واحد البحث معمق ديال الدرك بدا من بداية اللي هو داكشي اللي كلاو الكلاب وداكشي اللي خلى الاثار ديالو، وهادشي جميل. لقاو داكشي هذاك انه كلاو السردين ديال الباط، والباط ملي غيجيبوه شوفوا شي منحنى كون جاوبوا من عند واحد المنحنى بعيد كون كانت مشكله فيه. ولكن حتى كما قال لي واحد الاخ، حتى الناس ديال الدوار كان عندهم شكوك في دوك الثلاثه، كان عندهم شكوك لانه واحد الدركي تيقول وصل الى علمنا بانه صباحة السرقه وصل علمهم بانهم واحد 3 كانوا تيدوروا في الدوار مع ولد فلان، عندهم بيكوب تيدوروا معاه، راه واحد 3 ايام 4 ايام تيدوروا تما في الدوار معاه. اذن هادو كانوا مشكوك فيهم في الديبار، مشكوك فيهم تيدوروا في الدوار معزول ما تيدور في حد، ولكن تيقول فلان كان معاه بيكوب. ناهيك على الحجه الثانيه اللي هي ديال الماكله الكلاب طيحوهم ودوهم. علاش قلنا هاد القضيه هذه ماشي باش نهضروا على البهائم وسرقه البهائم، ولكن باش نهضروا على مدرسه كاين اللي تيدخل السجن وتيتخرج منه. يدخل السجن سجين تيدخل من اجل جنحه وتيخرج منه اللي تيرجع عليه من بعد بجنايه، لانه حتى في السجن كان اللي تيبقى حال فمه وتيسمع دوك المجرمين تيعاودوا ليه تيصحاب داكشي كله يديرهم بصح، تيعاود بغى يديرك بحالهم او تيتعرفوا من تما. وشحال من رجال ما قلت لكم اللي واحد تعرف مع وحدين غير في الحبس تا ولا داخل معاهم عصابات، تا ولاو قاتلين الروح، تا ولاو راجعين للحبس عاوتاني، كانوا مسدودين بعامين ولاو ب30 عام، مسدودين بعام ولاو داخل مؤبد. علاش؟ الحبس الداخل تما كان تيتعلم الاجرام. وهنا في كاين المشكل اللي قلت عليه، اي واحد ما عندوش ما مدوش الحبس تيدخل بشهر وتيتعرف مع وحدين تيجلس معاهم وتيبات معاهم وتياكل معاهم اللي محكومين ب7 سنين 8 سنين 10 سنين 20 عام. راه ما اش غيعلموه؟ اش غيدي منهم؟ شنو غيدي منهم؟ غير الجريمه، يعلموها الجريمه، هاك يدير هاك يدير هاك يدير هاك يدير هاك يدير. للاسف نتمنى من الله هاد الجريمه او القصه تعجبكم. نتمنى من الناس ديال اداره السجون نفكروا مزيان ونفكروا ونديروا السجون خاصه المجرمين ديال حاله العود، نديروا مجرمين خاص، نديروا سجون خاصه الناس اللي تيعاودوا اللي داخلين خارجين، هذه من جهه. وثانيا نبعدوا الناس ديال الجنايات من الناس ديال الجناح، اللي داخل على الجناح ما ندخلوش مع الناس ديال الجنايات، نخليو هادو بوحدهم هادو بوحدهم.